تقييم يا جماعه لاعبين منتخب مصر امام منتخب الامارات. يا جماعه والله هتلاقوا الفيس المكشر ده طول ما المنتخب شغال. انا وحشني الاهلي، انا وحشني الاهلي. يا جماعه الاهلي كان مفرحني، انا المنتخب كبتني وقاهرني والله العظيم. يا جماعه نلبس نظارات تقييمات طبعا حفظتوها. يا جماعه انا عايزه الاهلي يرجع، انا وحشني الاهلي. يا جماعه بجد المنتخبات قهراني، حرقه دمي معليه ضغطي، يعني مش عارفه اقول ايه والله العظيم. يا جماعه نبدا نقول بسم الله. بسام لا بسام احنا هبقى مبتسمه شويه. بسام 9. هيقولوا لي الناس في السوشيال ميديا دلوقتي بيقولوا دخل فيك جون. يا جماعه الجون ما يتحملش مسؤوليته، وقلب الدفاع هو اللي يتحمل مسؤوليته. بسام انقذ كوره كانت حلوه في الشوط الاول، وبسام مركز عموما، فبلاش افترا على الناس. بسام 9/10، 9/10 يا بسام، واتمنى التركيز اكتر في الماتشات اللي جايه، وجود لك وهارد لك وكل حاجه بتتقال ليك. والله برافو عليك، انت حارس كويس قوي، يعني الكواليتي بتاعك كويس قوي لغايه دلوقتي، فاتمنى ان انت تفضل مكمل على نفس المستوى. اكرم توفيق 8/10 بجد. اكرم توفيق 8/10. هتقولوا لي ليه؟ هقول لكم كويس حلو كمان والله العظيم. اكرم توفيق كويس وحلو، كويس وحلو وجميل في الماتش. يعني انا مفتقده الليفل بتاع الحلاوه دي، يعني فاهمين؟ احنا ما عندناش الليفل ده. احنا عندنا ميس اندرستاند في المنتخب انهم جايين يدلعوا، ما اعرفش. رجب نبيل وياسين مرعي، اكسكيوز مي، انتوا الاتنين 0 0 بجداره. عارفين 0 بلا منافسه، يعني اقول لكم محدش ينافسهم في الصفر بتاعه. والله 0 ليه؟ انتوا الاتنين قلبي الدفاع، قلب الدفاع عندنا. الجون ايه يا حجازي؟ ما قطعتش نفسك عليا يا حجازي، ما شفتش يعني دمك سايح عليا يا حجازي. ايه يا جماعه؟ هو في ايه يا جماعه؟ كنا بنلعب الامارات وربنا، مش المغرب ولا الجزائر. انتوا عارفين احنا هنعرف ان الله حق لما نقابل المنتخب اللي احنا كنا بنتريق عليهم، المغرب الجزائر اللي عندهم شراسه هجوميه. اصل دول على الله حكايتهم على فكره، مع احترامي للامارات والكويت، على الله حكايتهم فنيا، على الله حكايتهم. احنا هيتعمل معانا الصح بقى، اصبروا يعني مش بعيده. يحيى ياسين مرعي كمان 0 ليه؟ بجد عشان اديت كل واحد حقه. انت اهدرت فرصه لا نافع دفاع ولا نافع هجوم يا ياسين حرام عليك. يحيى زكريا 3. حسيتش بيك قوي، ما حسيتش بيك قوي عشان اكون صريحه معاك، انا ما حسيتش بيك قوي يا جماعه. انا بجد بدي كل واحد حقه، اكيد مش مستفيده حاجه من حد. انت 3. ميدو جابر نزل مكانك، حسيت بخطر. ميدو جابر 6. والله احب اللعيبه لما تنزل والله العظيم، حتى لو تغيير ملحوظ. احنا في عرض اي كوره عرضيه ركنيه، احنا يا جماعه كنا حالتنا نيله. النني 4. انا ما اعرفش فين النني اللي هو الاصلي، بس تقريبا ده شبيه النني، ما اعرفش. 4. قفشه بديل النني 7. وهنا نقف احترام وتقدير للناس اللي بتنزل اللي قاعده دكه. قفشه الونش، يعني من الناس اللي نزلت برضه. كريم العراقي يا جماعه، هي بدل الناس دي احسن من الناس اللي في الملعب، ليه ما بتنزلش؟ ما اعرفش. كابتن حلمي طولان، انت عندك مشكله معاهم في الغالب. ممكن بنزل الناس دي لما يدخل فيها جون عشان تشيل الليله تقريبا. مش فاهمه دماغك، انا والله ما فاهمه دماغك ومبقتش عايزه افهمها، يعني رميت توبتك يعني والله العظيم. السوليه 5 يا سوليه، انت عندك احسن من كده يا سوليه. اتمنى اشوفك في الماتش اللي جاي احسن من كده بكتير. ف محتاجه السوليه يركز. غنام محمد انت مضيع فرصه، والماتش اللي فات مضيع فرص برضه. انت 4. جماعه انا نفسي اشوف الناس دي احسن والله العظيم. مش عايزين نهاجم منتخب مصر اصلا لان ده منتخبنا، بس الرحمه حلوه رفقا بنا تعبنا يعني. مصطفى سعد نقف عند مصطفى سعد شويه. مصطفى سعد انت اسمه ايه ده؟ عايزه اقول لك حاجه، انت المفروض جناح يمين صح؟ مصطفى سعد انت بتعمل ايه في الملعب؟ انت بتعمل اي حاجه غير انك تكون جناح يمين، اي حاجه يعني. بص، عارفين كان في لعيب كده في الزمالك والله كان الناس بتتكلم عليه، بيعمل اي حاجه غير بيقف في مكانه. لعيب من فتره كده دون ذكر اسماء يعني، الله يسهل له. كنت انا يعني اما بشوفه كنت بضحك والله.
جماعه مصطفى سعد بيعمل كل حاجه. انت اقل واحد النهارده، اقل واحد مع قلبي الدفاع، مع ياسين ورجب. يعني انت مع رجب نبيل وياسين مرعي، انتوا تقريبا الله يحفظكم مع بعض. مصطفى سعد انت نو كومنت معايا، نو كومنت. كريم العراقي نزل مكانك قلب الدنيا، عرضيه منه العرضيه منه جيت منه جون 8. كريم العراقي 8 بلا نقاش. جماعه لو اي حد بيأثر بينزل حد مكانه والله العظيم لا كله يكش. والله اعلم ده اخرهم ولا لا، بس انا ليه اللي كسبني الكوره جوين. انا عايزه جوين، انا عايزه اكسب. منتخب مصر ما ينفعش يقف للاخر والله العظيم يا جماعه. كنا احنا ابطال افريقيا والله عيب. اسلام عيسى 6.5. بحس بخطوره منك يا اسلام، بحس بحركه يا اسلام. 6.5 يا اسلام. واخيرا مروان حمدي انت هتاخد 9.5. انت لولا الهدف بتاعك يا مروان كان زماننا خسرانين. يعني تخيل كده معايا ان احنا نخسر قصاد احنا تعادلنا برضو قصاد الكويت بالعافيه. يعني تخيلوا كده معايا كنا نخسر قصاد الامارات. تخيلوا معايا والله، قلت لكم خيالكم العنان كده. ما اعرفش كان هيبقى موقفنا ايه دلوقتي، كنا هنبقى بنعمل ايه دلوقتي، انا ما اعرفش. 9.5 مروان حمدي. كابتن حلمي طولان انت 0، الا انت -1. انت تحت الصفر، لان اللعيبه 0 ان هو في الاخر لعيبه. انت المدرب، انت تحت الصفر، تحت الصفر. وتقريبا انت مكمل معانا تحت الصفر، لان انت مش عارفه انت بتعمل ايه، بس انت مكمل معانا تحت الصفر. بس يا جماعه ده كان تقييم النهارده، وحاجه اخر زفت وبجد ونيله وبعدين والله ما كنت عايزه اقيمهم ولا كنت عايزه اتكلم عنهم اصلا. بس يا جماعه خلاص.